لو بتحتاسي ومش بتعرفي تركبي رموش الفيديو ده ليكي. اولا اشكال العيون واشكال الرموش اللي تليق مع كل شكل عين او لوك ميك اب معين، ده موضوع بسيط كده ممكن ناخده في فيديو تاني لوحده، ازاي تختاري الرمش المناسب ليكي. لكن موضوعنا في الفيديو ده ازاي تلزقي الرمش كويس على العين، ما تكونش العين مكسوره، ما يكونش بيفك منك من قدام زي ما بتقولي. فيلا بينا. ولنفترض خلاص انت عارفه شكل الرمش اللي مناسب لعينيكي او اللي انت محتاجاه للوك الميك اب اللي حطاه. بالمناسبه الميك اب ده هتلاقي التوتوريال بتاعه نزل، اسهل ما يكون، عاملاه بخطوات بسيطه جدا لو حابه تشوفي عملته ازاي ومن غير فاونديشن حتى. المهم، هتشيلي الرمش بالراحه من الباليت، يا اما بتفكي كده الطرف بتاعه وتفضلي مسيساه، بتشيلي سنه سنه، ما تنتشيهوش مره واحده، عشان خصوصا لو الشعر هش طبيعي ممكن تلاقيها بتنتف منك والشعر اتخلع. يا اما بتدوسي كده على الرمش من النص وتشدي لتحت علشان تخلعيها. طلعت بسلام، هتبدأي بقى تقيسي الرمش على عينيكي، تحطيه كده من فوق من غير لزق ولا اي حاجة. انا بس عايزة اشوف هحتاج اقص منه ولا لا، ولو هقص قد ايه. وطبعا اتفقت معاكم قبل كده ان الرموش مش بنقصها من هنا، ما بتقصيش كده تمشي بالمقص وتقومي قصه بالعرض كده الرمش، هتبوظي شكله خالص، لان هو بيبقى مثلا تقيل من هنا من عند الواير وطالع خفيف هش، انت شلتي الحته الخفيفه دي فهتبقى الشعر مقصف وتقيل وبوظتي اصلا الشيب والتدريجه فلا، من الاول هاتي رمش قصير. لو انت مضايقك ان هي طويله لقدام وخابطه في عينيكي او مداريه على الاي شادو مش لايقه على عينيكي، هاتي من الاول رمش يكون قصير، لان ما ينفعش نقص من هنا. احنا بنقص ايه؟ بنقص الطول اللي هو بالعرض كده. يعني انا عينيا قد كده والرمش الستاندرد بتاعه اكبر قد كده اهو، لو انا حطيته زي ما هو من غير ما اقص منه حاجه وهو اطول من عيني، هاجي اضحك او هلاقيه حتى من الطرف كاسر العين كده نازل لتحت. فلازم اقيس واشوف انا محتاجه اشيل مجموعه، تمام، محتاجه اشيل مجموعتين على حسب عينيكي. انا بالنسبه لعيني وبالنسبه للرمش ده هحتاج اشيل مجموعه واحده بس من الاخر هنا، تمام. وانا الرمش ما ببدأهوش من اول هنا، وانا برضو مش عارفة هو بيفك منك من المدمع، هل بتبدأي الرمش من اول هنا؟ لا، حتى بيبقى شكله مش طبيعي، هتلاقيه بيزغزغك كده من قدام، بينكشك، بيوجعك وانتي بترمشي، بيحفز عينيك ان هي تدمع، بيخبط في الكيرف اللي هنا. فالرمش ما بتبدأيهوش عموما في اللزق او انك تقيسي انك تحطيه من اول هنا، لا، بترجعي لورا كده شويه، والجزء اللي من قدام ده بنعمله بالماسكارا، بنكمل الخط ده بالايلاينر، بيبقى الشكل طبيعي. فانا بسيب اول حته وبقيس من اول هنا، وبشوف بقى انا محتاجه اشيل قد ايه. هحتاج اشيل مجموعه من الاخر. طب انا ليه حددت الرمش اقص من الناحيه دي ولا اقص من الناحيه دي؟ لان انا الرمش بتاعي مدرج قصير من قدام وطويل من ورا، واتفقت معاكم في الحاله دي بقص من ورا عشان ما بوظش ان هو قصير في اطول في اطول، ما لو قصيت من هنا هبوظ التدريجه دي، فبشيل من الاخر. طب لو الرمش بتاعي قصير من قدام ومن ورا وطويل من النص، عادي قصي من هنا او من هنا واحد. وفي حاجة كمان من قدام هتحتاجي تقصيها، ركزوا كده معايا، شايفين الحتة الزيادة اللي في الواير دي شيليها، لان هي هتلاقيها بتنكشك كده في عينيكي وبتضايقك من قدام، ممكن تخليكي تدمعي، وممكن ده اللي يكون بيخلي اللزق يفك معاكي، تمام. يعني خليها من قدام كده. خليني اوريها لك تاني في العين التانية بنفس القطنة بتاعت الودان، بس من الناحية التانية هبدأ اخد اللزق واقفل الغطا بسرعة وهبدأ هنا اطبطب كده. الكمية اللي انتي بتحطيها ولا هي كتير قوي، لان ده هيجيب نتيجة عكسية، ولا هي قليل. اللي ممكن تزودي سيكة صغننة فيها الاطراف اللي من قدام واللي من ورا. وهنهوي كده، ماسكه المرايه وبصه لتحت والرمش ماسكاه، هبدا اثبته في النص الاول وادوس كده عشان اتاكد ان هو ماسك في النص. وممكن امسك كده اهو وادوس صباعي تحت رموشي الحقيقيه والتاني فوق وبدوس، امسك الطرف
هقربه بقى بسهولة، طالما في النص مسك هتقدري تحركي الاطراف بسهولة. برضو واحد تحت واحد فوق، وادوس كده، اتأكد بايدي ان هو اقرب حاجة لخط الرموش، وان هو ايه مسكوا في بعض. ومن قدام بقى هتلاقيه اصلا بياخد مجرات طبيعي اهو. تدوسي كده تتأكدي وخلصنا. وبعدين بالايلاينر هتمشي على خط الرموش ده من فوق، تمام، بحيث ان ما يبانش لما بتيجي تبصي لتحت الخط الابيض دوت، او ان في باين ان احنا حاطين حاجه، هو خط الرموش بالظبط تمشي عليه بالايلاينر. وزي ما اتفقنا هنكمل الحته اللي من قدام دي. الماسكارا بقى ايه دورها مع الرموش؟ اولا انا مش هستخدم الماسكارا بعد ما احط الرموش على طول ابدا احرك فيها بالماسكارا وتكون هي ما سبتتش تماما، لا انا هستنى شويه، اعملي اي حاجه تاني ناقصاكي في الميك اب ورجعت تاني للرموش تكون نشفت خالص قبل خطوه الماسكارا. بستخدمها كلزق، تمام. انا عايزه الزق رموشي الحقيقيه مع الرموش اللي انا مركباها، ادمجهم الاتنين يبقوا حاجه واحده، عشان اكتر من حاجه الشكل العام باين ان في حاجتين كده فوق بعض. انا احساسي متخيله ما بين رموشي دي ودي، فعلشان الشكل العام يبقى حلو والرموش تترفع ويبقوا حاجه واحده بنستخدم الماسكارا. مش بستخدمها على الرموش اللي انا مركباها ولا من فوق ولا اي حاجه خالص، غير ان انا بمسك المرايه وبحط الماسكارا على الرموش الحقيقيه بتاعتي اللي من تحت، تمام. الرموش اللي من تحت بحط عليها الماسكارا وادوس كده ارفعها ان انا ادخلها مع الرموش اللي انا مركباها من فوق. ممكن بايدي الرموش اللي تحت خلاص فيها ماسكارا اعمل كده، شايفين انا بدخلهم في بعض وادوس. العين هتفتح معايا بدل ما كان، حتى انتي هتشوفي احسن، والشكل العام هيبقوا الاتنين حاجة واحدة، تمام. على رموشك اللي من تحت ما بفضلش رايحه جايه، ما بعملش الحركات اللي انا بعملها بالماسكارا في العادي لما باجي احط ماسكارا اصلا، لا انا بستخدمها لزق وندمج كده. واللي من قدام هنا زي ما اتفقنا هنحط فيهم ماسكارا علشان يبقى الشكل العام طبيعي برضو. وريني بقى هتفك منك ازاي اهي. يا رب تكوني استفدتي من الفيديو، طلعتي بأي معلومة، مثلا حاجة ما كنتيش بتعمليها أو حاجة كنتي بتعمليها غلط، والمرة الجاية تركبي الرموش بمنتهى السهولة إن شاء الله. باي.